بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كهلان لما اكتشف أن خطيب ابنته وردشان هو زبال ابن زبال، عندئذ كبر عليه الأمر وصار على أحر من الجمر، وحاول أن يفسخ خطوبته وينزل به عقوبته ونقمته. ولكن الأميرة وردشان وقفت في وجه أبيها السلطان، وكانت حجتها عليه أن ماندو قد جاء بما طلب إليه، وأما أنه كذاب فقد تبين أن كل ما قاله صواب، وأنه لم يعد الحقيقة بهذه الكنايات الرشيقة التي وصف بها أباه فحياه وبياه. وضعفت الأبوة أمام البنوة، فقد كان السلطان يعبد ابنته وكانت وحيدته، ولهذا ضعف أمام دموعها وخضع أمام خضوعها. وعلى غير رضاه وما كان يتمناه قبل أن يزوجها إياه. ولكن الوزير شهلان جعل يوسوس للملك كهلان ويخيفه من كلام الناس إذا زوج ابنته من ابن الكناس، واقترح عليه أن يحضر ابن الزبال ويطلب منه المحال، وهو عنقود من اللآل، وسوف لا يحضره بطبيعة الحال لأنه غير موجود إذ ليس له وجود. وقبل ماندو هذا التحدي وتصدى لذلك التصدي، وخرج في طلب هذا العنقود وهو لا يعلم أنه عديم الوجود. وظل يسير حتى انتهى به المسير إلى عين الماء، فوجد العجوز السمحاء وهي تجلس القرفصاء وتكلم الماء. عجوزة محنية قاعدة على عين المية بغسل هدومي بإيديا. يا مية يا مية اطلعي لي شوية تطولك إيديا. كمان شوية كمان يا مية بس اغسل غسيلي ولا فيش مثيلي. في ناس بتغسل ثيابها، وناس بتغسل قلوبها. صباح الخير يا أمي العجوز. مين انت؟ ماندو؟ أيوة أنا ماندو. انت قابلت السلطان ولا ما عرفتش تقابله؟ أنا لسه جاي من عنده. والتلات تفاحات الدهاب قدمتهم له. امال ليه ما ادكش ايد بنته؟ عشان لسه في طلبات تانية. ايه هي؟ عايزني اجيب له عنقود اللولي. عنقود اللولي؟ ايوه قال لي لازم تجيبهولي. لكن قوليلي، ايوه، هو في الدنيا عناقيد لولي؟ ما فيش في الدنيا عناقيد لولي الا في بستان الملك السجنجولي. وفين بستان الملك السجنجولي؟ اللي هيدلوك عليه هما اللي دلوني. يعني تقدري توريهولي؟ البستان قدامك اهو يا ابني. انا مش شايف حاجة يا امي. ازاي؟ قول يا كاشف الاسرار. يا كاشف الاسرار. أنا شايف قدامي بستان جميل، والطيور بتغني والغصون بتميل. حاجة ما شافتش زيها عين. وكان مختفي فين؟ ما تسألش. ليه ما اسألش؟ أنا مش عاوزة أقولك عشان ما تخافش. أهو أنت بكلامك ده خوفتيني. أنت ليه مش عايزة تقوليلي؟ أصل ده بستان مرصود، الداخل مفقود والخارج مولود. الداخل مفقود؟ انت مش عايز لك عنقود؟ ايوه. لو عملت اللي هقولك عليه هتروح بالسلامة وترجع بالسلامة. انت تقوم دلوقتي تخش البستان مش هتلاقي اي انسان، لكن لازم تفهم انك مش لوحدك وان فيه اللي بيراقبك. وبعدين
هتلاقي قدامك عناقيد الدوالي، تمد ايدك طوالي وتقطف عنقود واحد، اوعى تقطف 2، بعدين تروح في غمضة عين. بس كده يا أمي العجوز؟ دي مش حاجة سهلة يا ابني. ربنا يعيني. أنا عارفة أنت عايز تقول إيه يا وزير. أنا يا أميرة، أنا والله ما أنا عايز لك إلا كل خير. انت يا شهلان تلف وترجع لابنك أرمان. مش أحسن من ابن الزبال؟ مين قال؟ دول ناس على قد الحال. أنتوا بتوزنوا الناس بالمال؟ طيب بلاش أرمان، أنا مش بحسبك يا وردشان على أي إنسان. تقدر أنت تختاري لك أي خطيب من الأمراء اللي جولك. ومندو؟ مندو؟ أنت مش عاهدته؟ أنت مش فهماني. وتقول له إيه لما يرجع تاني؟ مندو يرجع تاني؟ مش ده الكلام اللي قلتهولي؟ انت صدقتي ان فيه عناقيد لولي؟ مفيش عناقيد لولي؟ ده كلام خيالي. يعني مش موجود ولا له وجود. أمال بعتوا مندو ليه؟ واتفقتوا معاه عشان إيه؟ بصراحة عشان نخلصك منه كده؟ ده واحد له زيك ولا انت زيه. أبويا وردشان، العمل ده اللي عملتوه لما تحب تسميه تقول عليه إيه؟ طيب بس اهدي. جاوب يا والدي. احنا بنعمل لمصلحتك يا بنتي. ده اسمه غش وخداع، دي حاجة ما يعملهاش اللي بتقولوا عليهم رعاع. انتوا بتخدعوهم وكمان بتترفعوا عليهم. يا ربي، انتوا جرحتوا حبي، انتوا هدمتوا قلبي. مندو مولاي عايز ايه انت كمان؟ في ايه يا مرجان؟ الأمير مندو. مندو؟ مولاي مندو وردشان. انت جبت العنقود اللولي؟ هو صحيح في عناقيد لولي؟ طب وريهولي. الكلام على المكشوف. نشوف مولاتي يا أجمل زهرة في بستان حياتي. اتفضل، آدي عنقود اللولي. الله، يا سلام، ده صحيح. ما شاء الله كان. يا ما يخلق الرحمن. شهلان، ازاي؟ في حاجة تانية يا مولاي؟ انت يا ابني وفيت بعهدك وانا لازم اوفي بعهدي. انت فعلا تستحق ايد بنتي. ابويا انا هعلن خطوبتكم من الان. مولاي السلطان. شهلان، مولاي اعلن في كل مكان خطوبة الامير مندو للاميرة وردشان. عمرك يا ملك الزمان. الان. حبهان، عملت ايه يا حبهان؟ نفذت لك الخطة بحذافيرها. جبت حاجة من صيغتها؟ ده أنا جبت جوهرة التاج بحالها اللي كان الملك أهداها لها؟ شوف جمالها. عال أمال لسه بقى العلامة. وجبت لك كمان العلامة. ايه؟ على كتفها الشمال شامة. بس ده انا هقوم القيامة. بس اوعى تكون غلطان، انت عارف السلطان. ازاي؟ ده انا النهارده ملبسها بنفسي يا مولاي. لسه بقى الخطوة التانية. لا دي حاجة سهلة. عارف هتعمل ايه قبله؟ هروح ادعبس في هدوم منده واحط الجوهرة في وسط حاجته. طب استنى يا حبهان. هتعمل ايه يا مولاي؟ خد يا حبهان. ده شيء كتير، خيرك عليا يا مولاي الوزير. تعرف يا حبهان، لو نجحت الخطة وعرفنا نلطش وردشان انا هديلك كمان وكمان. ما هو لو الامير ارمان خد الاميرة وردشان تبقوا خدتوا الملك والسلطان. اديك فاهم اهو يا حبهان. ما هو الملك ملوش اولاد ذكور. بس اكفي على الخبر مجور. انا عبد مأمور. طب يلا وريني شطارتك. طيب عن اذنك. خد بالك من نفسك. ما توصيش حبهان، بكرة كل حاجة تبان. انت جيت يا شهلان؟ ايه الحكاية يا مولاي السلطان؟ جوهرة التاج يا سيدي اللي قدمتها للأميرة بإيدي. مالها؟
في حد سرقها. جوهرة التاج كمان. هتعمل ايه يا شهلان؟ ايه سكت ليه؟ ما انا خايف اقول لك تظن انني بكرهك فيه. اللي هو مين؟ الامير مندو. مندو؟ تصور يا مولاي انه بيجيب سيرة الاميرة بصورة غير كريمة. ازاي؟ بيقول انه شاف في جسم الاميرة علامة. ده كلام يمس الكرامة. ايه هي العلامة؟ بيقول ان على كتفها الشمال شامة. ما هي الحكاية من اولها اهانة ومهانة. انا مش قلت لك يا مولانا دول ناس واطيين. واحدة من الاتنين، اذا طلع كلامك مظبوط يبقى حقه الموت. والجوهرة يا مولاي انا هعرف اتصرف ازاي. يا حبهان، حبهان، أمر مولاي. تجيب الاميرة وردشان وتحصلنا على قصر الصبر اوام. قوم معايا يا شهنان. اتفضل يا ملك الزمان. مولانا الملك كهلان. مولاي السلطان. خليك عندك. الله، أنا اوعى تفتح بقك. انا غلطت اللي امنت الواحد زيك. صحيح كل واحد أصله يرد عليه. أنا مش فاهم أنتوا بتعملوا كده ليه؟ انت سرقت الجوهرة ولا الاميرة ادتها لك؟ جوهرة إيه؟ باختصار، ما هو ما تحاولش الإنكار. إنكار إيه؟ سرقتها ولا هي ادتها لك؟ أنا مش فاهم كلامك. قال يعني ما يعرفش حاجة. طب بس فهموني الحكاية. جوهرة التاج جوهرة التاج الاميرة ادتها لك ولا انت؟ أنا ما خدتش حاجة منها، والأميرة عندك تقدر تسألها. يبقى سرقها. أنتوا بتتكلموا إزاي؟ مفيش داعي تضيع الوقت يا مولاي. انا عايز اتاكد اذا كان هو اللي سرقها ولا الاميرة ادتها له بارادتها. اسمع يا مولانا، أنا أعتبر الكلام ده إهانة، ومش ممكن أقبل أي مهانة. إحنا صحيح ناس على قد حالنا، لكن عايشين بشرفنا. ما تحاولش. أنا ما أقبلش كلام من ده. قدامكم القصر فتشوه حتة حتة. طب فين حاجتك وهدومك؟ في الصندوق ده هو اللي قدامك. افتح الصندوق ده يا مرجان. امرك يا ملك الزمان. فتش معاه يا حبهان. اهو فتشوا كل حاجة. شيلوا العباية. هات معايا. اهي. الله الله، اهي الجوهرة. ازاي؟ ازاي؟ جالك كلام يا مولاي. الجوهرة دي حد دسها عليا. احنا مش حرامية. مولاي السلطان. فين ستك يا تمرهان؟ ابويا تعالي شوف يا اميرة. ايه ده؟ واحد دسها. اسكت انت، ما تفتحش بقك. الله، الجوهرة دي مش كانت ضايعة منك؟ الجوهرة لقيتوها فين؟ انت ما اديتيهاش لمندو؟ هو انتوا لقيتوها عنده؟ انا بسألك، انت اديتيها لمندو؟ ايوه، انا اللي اديتها له وانا اللي... انت بتقولي له كده ليه يا امير؟ الجوهرة دي انا ما اعرفش عنها حاجة، لازم حد دسها عليا. احنا مش حرامية. مندو تعالي هنا. تعالي هنا. مدي. الله، اوعي. الله، انت بتقطع هدومي ليه؟ عشان اشوف حكايتك ايه مع ابن الزبان. وريني كتفة الشمال. اهي العلامة. هي دي الشامة. انا مش فاهمة حاجة. انا اللي اسم ابوكي ما اعرفش ان في كتفك علامة. علامة؟ تقدر تقولي لي ازاي مندو عرف ان على كتفك شامة؟ دي مسألة كرامة. انت خنت الامانة. انت بتظلمني يا مولانا. صحيح العرق دساس والاصل الطيب هو الاساس. اقبضوا عليه. تعال. مندو انت يا مولاي بتظلمني. انا ما حصلش حاجة مني. مندو انا وفيت بعهدي وابوكي ما وفاش بعهده. اسحبوا يا مرجان. احبسوه في اللبان. وردشان. مندو تعالي من هنا يا مولاتي. لسه كتير يا تمرهان. احنا خلاص وصلنا يا مولاتي. هو ده اللومان وده الحارس وده السجان. مين اللي جاي هناك؟ اقف عندك انت ولا معاك؟ تأدب يا حارس واغمد سيفك. انتوا جايين؟ حاسب على كلامك وشوف مين اللي قدامك. مين؟ ست تمرهان؟ ايوه انا الوصيفة وجايه في صحبة الاميرة. ست وردشان؟ طلباتك يا بنت السلطان. انتوا لسه ما تعرفوش الاصول. انتوا ازاي تكلموا الاميرة على طول؟ انا بعدين هعلمكم ازاي تخاطبوا اسيادكم. معلش يا اميرة سامحينا. يعني كويس لما تقول لمولانا. المسامح كريم يا مولاتي. معلش يا مولاتي النبادي. امال انا ليه جايباكي؟ مش عشان لما يحبوا يقولوا لي حاجه يقولوها لك وانت تبلغيها لي؟ واحنا كنا نفهم للدرجه دي. خلاص انا الوصيفة، كلموني انا ما تكلموش الاميرة. طلبات الاميرة يا ست تمرهان. افتح باب السجن يا سجان عشان الاميرة عايزة تتفرج على اللومان. امرك يا بنت السلطان. افتح الباب يا سجان. اتفضلي يا مولاتي. تعالي. اقفل الباب ورانا يا سجان. امرك يا ست تمرهان. اقفل يا سجان. بس
ادي احنا بقينا عنده. هو قاعد لوحده؟ مندو. مين؟ وردشان؟ ايه اللي جابك يا بنت السلطان؟ انا جايه لك يا مندو. كده برضو ابوك؟ مش وقته. مولاتي جايه لك عشان تخرجك من اللومان. وانت تبقي مين انت؟ دي تمرهان وصفتي وتبقى صديقتي وحبيبتي، وهي اللي هتساعدك وتساعدني. ما كانش عشمي وظني، انت ابوكي ظلمني. احنا في مؤامرة ضدنا. طبعا انت مصدقاني. ما تتكلمش في الموضوع ده، احنا مش هنعرف بعد النهارده. كفايه بس انك صدقتي وعرفتي براءتي. احنا هنهرب من البلد دي. نهرب من البلد دي ونعيش في اي بلد غير دي. وتعيشي على قدي؟ انا كمان هاخد الجواهر بتاعتي. لكن انا محبوس دلوقتي. هتخرج من السجن زي الشعره من العجين. والحرس اللي واقفين. ما انت هتاخد عبايتي وتحط على راسك الكوفيه بتاعتي وتخبطوا لهم على الباب يفتحوا لكم وتخرجوا انتوا. وانت هتفهمك كل حاجه تمرهان. ولما الحرس يكلموني مش من صوتي هيعرفوني؟ ما احنا واحنا داخلين عملنا مقدمه طويله. الحرس ما يكلموش الاميره، يكلموا بس الوصيفه. يعني هيكلموني وانا اشغلهم على ما انت تكون بعدت عنهم. وانت هتخرجي من هنا ازاي؟ وانا يعني مش هعرف اخرج. انا بس هستنى ما تبعد واعرف انك بقيت في امان، وبعدين اخبط للسجان وطبعا هيفتح لي، مش هيقدر يكلمني. وهستناكي فين يا وردشان؟ في المكان اللي هتوروه لك تمرهان. هي دي الطريقه اللي قدامنا؟ مادام بيعترضوا زواجنا. مفيش قوه في الارض تقدر تفرقنا عن بعض، عشان احنا اتخلقنا لبعض. طب يلا هات عبايتك. خدي. البس. هاتي. والكوفيه خليها على راسك عشان تغطي وشك كده. بالشكل ده ما حدش ياخد باله منك. بس يلا ما تضيعش وقت. خبط لهم على الباب يا تمرهان. طب خشي انت جوه يا اميره وانت تعالى ورايا. بس افتح الباب يا سجان. حاضر يا ست تمرهان. اتفضلي يا ست تمرهان. اتفضلي يا مولاتي. تعالي اقفل الباب كويس يا سجان. احنا زي الجان. اقفل يا سجان. وهكذا أخرج مندو من اللومان، ولحقت به الوصيفة تمرهان، فحددت له المكان والزمان الذي ينتظر فيه وردشان. ووقف مندو في الانتظار على نار، وفجأة مولاي